السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو عن حاجات انا لقيتها في بتتباع علشان خاطر الكريسماس، وبيجيبوها للاطفال علشان خاطر يفرحوا بيها. بس انا بصراحه عجبتني قوي وقلت اجربها. ديت اول واحده. دي عباره عن بسكوت وبيبقى عليه ايسينج، وبيحطوا معاها الوان طعام يعني، بس بيلونوا بيها. الفكره نفسها عجبتني جدا وقلت اجربها معاكم. والتانيه ديت عباره عن بسكوت بيتلزق ويتعمل له ديكور كده وزواق علشان خاطر ايه يعني، يبقى الفكره كفكره حلوه. هنبتدي باول واحده اللي هي اللي انا متحمسه لها جدا، هي ديت. بصوا، طيب هنبتدي مع بعض. هنبتدي بده، هنفتحه. بسم الله. هو ده شكله. طيب هنبتدي نلون مع بعض. انا مش عارفه كده هيبقى اوضح ولا نجيب ايه. طيب هنبتدي نلون بقى، نطلع الالوان من هنا. هي ديت الالوان ايه اللي حاطينها لنا. ايه ده، بصوا شكلها جميل. حاطين لنا الازرق والاحمر والاصفر والاخضر. طيب هنبتدي نلون. طيب نعمل السنو مان، هنعمله بالاصفر عشان ما عندناش، ولا نخليه ابيض؟ نخليه ابيض زي ما هو. طيب نبتدي كده هنجرب. الله طب نعمل كل واحده لون. هنحط ده كده. جيت كنت عماله بصور واكتشفت ان الكاميرا مش شغاله بعد ما جربت البسكوته. طيب اعملوا نفسكم مش شايفين. بصوا ايه رايكم؟ ده المنتج النهائي. حلوه هي ديت اللي عملناها. كنت اوريدي اكلت منها. يا الله. بس بصوا، هي بجد كبسكوته طعمها لطيف. هي طبعا مش حاجه واو سوبر واو، بس هي الغرض منها ان يعملوا حاجه تبقى حلوه للاطفال، يقعدوا يلونوا فيها وينبسطوا ويعيشوا حياتهم يعني. ديت عباره عن سابليه، حاجه عامله زي السابليه، والايسنج دوت بيبقى عباره عن زي يعني سكر بودره مخلوط بميه او حاجه لغايه ما يتعمل عجينه، ويحطوها كده اهوت بحيث ان تقدروا ان انتوا تكتبوا عليها يعني. فهي كفكره لطيفه جدا. هنجرب بقى ايه الكيت التانيه ديت. يلا هنفتح مع بعضينا ونشوف هي جواها ايه، ونشوف ايه اللي موجود هنا اهوت في العلبه. واو، اوكي. طيب دي الحاجات اللي موجوده: 2 كيت كات وكيت كات صغنن، كل دي كتاكيتو، ودي ايه عشان خاطر البتاع. طيب هنحطهم كده على جنب ونبتدي ايه نفتح. وده عشان خاطر ايه؟ هذا نحط عليه البيت. اوكي. طيب
خلي دولت الحاجات بتاعت الزينة. طيب نحطها كده. دي اعتقد الايسنج عشان خاطر بنعمل حاجة زي الجلو. هنفتحها. طيب هنقص كده اهوت ونشوف. نبتدي نفتح الكيت كات.
رأيكم؟ والله شكله حلو. ايه رأيكم بقى؟ والله والله تسلية مسلية جدا. عارف الواحد لما يبقى زهقان، هو دي الباب اهو عشان نعرف هندخل البيت ازاي بس، وبعد ما نخلصه نقوم واكلينه. والله فكرة لطيفة. وديت كانت التجارب بتاعتنا، دي كانت الحاجات اللي عملناها النهاردة. أتمنى أنها تكون عجبتكم وشفتوا فكرة جديدة. أنا عن نفسي استمتعت جدا بيها وأنا بعمل الحاجة. أتمنى لو الفيديو عجبكم وعايزين تشوفوا أفكار جديدة زي كده هو تدعموني بقى بلايك وشير وسبسكرايب. اعملوا لي سبسكرايب، السبسكرايب مش هيكلفكم أي حاجة، مجرد بس وانتوا قاعدين كده مرتاحين مكانكم ضغطة زر كده هو هتبقوا ايه، هتلاقوا نفسكم دعمتوني من غير ما تتكلفوا أي حاجة. واشوفكم في فيديو جديد وفي تجربة جديدة ان شاء الله، ومع السلامة.